سلام على أجدع ناس رجال وإناث. لو لسه ما شفتش الحلقة اللي فاتت فأنا هسيبها لك في الوصف، لأن الأنمي ده جامد فاخر من الآخر. فخلينا نبدأ بالحدوتة، وملناش دعوة بالأفكار المحبوكة من هذا الأنمي، وخلينا نبدأ. في الحلقة اللي فاتت شفنا قصة الراجل ده مع سيف الشيطان اللي بيتحكم في حامليه واللي بيخليهم يقتلوا الناس ليشبع رغبته في سفك الدماء، وازاي هاكيمارو هزمه بعد عناء شديد وبعد ما كسر السيف واسترجع حاسة السمع وبقى بيسمع كل حاجة. تعالوا بينا بقى نكمل الحكاية. في بداية الحلقة بنشوف هاكيمارو بعد ما استرجع حاسة السمع وحاطط ايده على ودانه لأنه أول مرة يسمع في حياته، وأي حاجة بيسمع صوتها بيحس بيها قدامه، وأي صوت بيسمعه بيبقى عالي بالنسبة له جدا لدرجة انه خاف من صوت درورو. الصوت هو اصعب حاجة بالنسبة لهاكيمارو. بعد ما بقى بيسمع هو مش عارف يحدد اي صوت هو بيسمعه من كل الاصوات، لقد غرق في بحر الاصوات التي لا تعد ولا تحصى. بعد كده درورو بيروح يغطي ودان هاكيمارو، بيربط له راسه بعقدة زي البنات وبيفضل يضحك عليه منك يا درورو. بعد كده هاكيمارو بيحس ان في حاجة طايرة وجاية ناحيتهم، فبيهجم عليهم طائر كبير وهاكيمارو بيجهز سيفه وبيستعد للهجوم. بيهجم عليه الطائر وبيتصدى هاكيمارو لضربته، فبيهجم عليه تاني وبيوقعه على الارض، وبيهجم عليه تاني مره وبيوقعه برضه، وبيهجم للمره الثالثه ودرورو بيحذره، ولما هجم عليه ضربه بسيفه. الوحش شاله من على الارض ورفعه، وهاكيمارو بيقاومه وبيفضل يضربه في رجله لحد ما سابه، ودرورو بيروح يطمن على هاكيمارو ولكن الوحش بيهجم عليهم. فجاه بقى بيظهر الراجل العجوز اللي كان معاهم وبيضرب الوحش ضربات كتيره لحد ما بيوقعه متقطع على الارض. هو بيقول لهم ايه الصدفه دي، ما كنتش متوقع انكم هتكونوا هنا. هاكيمارو زي ما بيكون مصدوم من اللي حصل، ودرورو بيحاول يفوقه من الحاله اللي هو فيها. درورو بيقول للعجوز ان هاكيمارو استرجع حاسة السمع، فبيرد عليه ما ده حلو لانه بقى بيسمع. درورو بيقول له حلو ايه بس ده بقى اضعف من الاول عشان بقى بيسمع، ده حتى الوحش اللي بيطير ضربه اللي انت قضيت عليه وعملت منه شاورما هناك ده. العجوز بيقول له شكرا على المديح ده اولا، ودرورو بيساله هو هيكون بخير، فبيقول له اكيد لانه مر بالاصعب من ده، ولو معاك اي علاج ليه ممكن تستخدمه. بيرد عليه وبيقول له هروح ادور حالا في المدينه الكبيره في الناحيه الثانيه من النهر. فبيقول له العجوز احسن لك ان انت ما تروحش لهناك لان سمعت ان في حرب هناك، وفي واحد اسمه ساكي هو اللي بيدير المدينه، خان احد حلفائها، وان الجيشين اللي بيحاربوا بعض سحبوا اسلحتهم. وبالنسبه بقى للغرباء اللي زينا فالاقتراب من هناك هيكون انتحار، هذا بقى سبب رجوعي من هناك والعوده ليكم. درورو بيقول له بصوت عالي لسه موراي بيحبوا القتل الكتير. هاكيمارو بيسمعه بيغطي ودانه لان الصوت كان عالي وازعجه، والعجوز بيقول له ما تتحركش كتير عشان جروحه وما تكبرش، لكنه برضه بيكون خايف من الصوت. والعجوز بيقول له انت عامل زي الوحش المجروح اللي مستخبي في كهفه. بيمسكه من ايده وبيقول له سامع اللي انا بقوله ده صوت البشر، والاصوات التانية دي المخلوقات اللي في الغابه والنار والرياح، لازم تتعود عليهم علشان تخرج من كهفك وتعيش في العالم ده. بس هاكيمارو مازال مستمر في عناده، ودرورو بيقول له خف عليه شويه علشان هو مجروح، هو محتاج وقت بس علشان يتعود على كده. تاني يوم في الصباح الباكر هاكيمارو بيصحى على صوت بنت بتغني وشكل صوتها عاجبه، والعجوز بيصحى على نفس الصوت هو كمان وبيقول له ايه الصوت الجميل ده، وبيقول لهاكيمارو ما ينفعش تقوم دلوقتي علشان جروحك، لكن هاكيمارو بيمشي ورا الصوت وبيسيبهم. والعجوز بيقول لدرورو الحق صاحبك، لكن درورو بيبقى نايم في العسل، وبيكون هاكيمارو شايف روح بيضاء نقية تغني من بعيد، وبيكون منجذب لصوتها بطريقة مش طبيعية. بيقف عندها وبتشوفه، فبتقول له انت كويس، وعرفت انه ما بيشوفش، فبتقول له انت شكلك تعبان يا مسكين، احسن ليك ان انت تطلع بره المية علشان ما تتعبش. ولما بتخرجه بيقوم واقع على كتفها، ودرورو والعجوز بيكونوا وصلوا لمكانهم، فبتاخدهم للمكان اللي هي عايشه فيه. ودرورو بيقول انا اول مره اشوفه ضعيف بالشكل ده، والعجوز بيرد عليه وبيقول له ده كله بسبب جروحه، وهو كمان لانه استعاد حاجات كتير من الشياطين، وشكله كده عنده مشكله في التاقلم. وبتجيب لهم البنت قماشه علشان درورو يعمل بيها كمادات لهاكيمارو، والعجوز بيقول لها شكرا ميو، وده بيكون اسمها. احنا اسفين لاننا اتعبناكي معانا. بتقول لهم ولا تعب ولا حاجه، خليهم معانا لحد ما هاكيمارو يبقى بخير، وفي ناس هنا زيه وكلنا متعودين على كده. فبتقول لهم تعالوا وما تتكسفوش. وبيدخل شويه اطفال ضحايا الحروب التي لا ترحم كبير ولا صغير، خسروا فيها بيوتهم واهلهم وكل ما يملكون. في طفل من اللي واقفين بيقول لها اختي انت اللي صاحيه، وبيطلع الاطفال بره وبيقول لها لازم تنامي شويه، انا هراقب الولد المصاب وروحي انت نامي. فبتقول له تمام، لو احتجتم حاجه اطلبوا من تاكيبو، وده اسم الولد. وبيقول لها بسرعه لاني حضرت الفطار، كلي ونامي على طول. وبيجيب لهم هم كمان الفطار وبيقول لهم اتفضلوا. بعد كده درورو بيشوف تاكيبو
بيراقبه وهو بيغسل الهدوم لوحده، فبيقول له مش محتاج مساعده. بيرد عليه وبيقول له شكرا، روح انت بس راقب صاحبك. فقال له ما ينفعش اخليني قاعد مكاني وما اعملش حاجه في مقابل قعدتي معاكم. بيقول له ما تعليش صوتك لان اختي نايمه وبتطلع تشتغل عند الجيش بالليل علشان تجيب لنا اكل وفلوس. بيرد عليه درورو وبيقول له يا لها من اخت عظيمه، عظيمه فعلا يا درورو. وبيشوفوا العجوز ماشي وبيقول له رايح فين يا عمنا؟ بيقول له رايح ادور على طريق بعيد عن الحرب نمشي فيه، مش هطول، ولو ما رجعتش ده معناه ان انا لقيت طريق صغير للهروب منه. وبيمشي، وفي الوقت ده بيكون في حرب ما بين دايجو وبلاد اخرى، وبتكون السما ما امطرتش من شهر مع انهم في موسم الامطار ولسه في جفاف، وده مسبب لهم ازمه في الزراعه ولازم ان هم يخزنوا المحاصيل الباقيه. دايجو بيقول عمر ما هيكون في محاصيل فاسده على الارض. فمراته بتقول له انت متاكد من كلامك؟ عندك مشاكل في الحروب ودلوقتي في جفاف، شكلنا كده بنرجع لما حصل في الماضي. انا وانت والمدينه كلنا في مركب واحده، فما تنساش ده، المركب ممكن تغرق في اي يوم. وبيكون ابنهم سامع الحوار ومركز معاهم جدا. وبنرجع لصاحبنا كيمارو اللي لاقيه نايم من التعب، ودرورو اللي عمال يلعب وهو بينظف الارضيه. وميو بتصحى وبتشوف يا كيمارو لسه تعبان، وبتقول له ايه الاخبار؟ انت لسه تعبان؟ هجيب لك شويه دواء بالليل، وانا متاكده ان جيش السيد ساكاي عندهم منه. وبيكون ده اسم قائد الجيش اللي بيحارب ضد دايجو. بتمشي تروح شغلها، ودرورو بيقول له العشاء هيكون جاهز بعد شويه. بعد كده بنشوف عمك الحاج وهو بيقول ان الحيوانات عارفه الطريق اكتر من البشر. بيقابلوا مكان جميل وبيعجبه، بس هو حاسس ان في حاجه غريبه وقريبه منه. بيت صغير جنبه حفره عملاقه وبيكون جواها اياكاشي او شيطان. ميو بترجع من شغلها وبتلاقي كيمارو قاعد مستنيه على السلم. بتطلع له العلاج وبتديهوله وهو بيبص لها وهو مبتسم. بتقول له انا حاسه انك بتعرف تشوف من جواك. بيرد عليها درورو وبيقول لها هو شايف لون روحك، وهو يقدر يشوف الوان ارواح الكائنات الحيه من البشر بس، بل وكمان العشب والشجر والحيوانات، ويقدر يلاقي الارواح الشريره بسهوله. بتقول له تمام، وهي كيمارو بيشاور على بقها وبيحرك بقه. فدرورو بيقول لها هو عايز يسمعك وانت بتغني، باين كده اغنيتك هي الحاجه الوحيده اللي مش بتزعجه عن باقي الاصوات. صحيح هو لو سمع صوتك هيتعود على باقي الاصوات، هو عامل زي الوحش المحبوس في قفصه، وباغنيتك انت اللي هتطلعيه. بتقول له بس اغنيتي مش جميله للدرجه دي. بيشاور لها على بقه وبيحركه، فبتبدا تغني له بصوتها الجميل وهو مندمج مع صوتها. وبيقطعهم رجوع عمك الحاج، وبيقول لهم بقى عندي اخبار حلوه واخبار تانية وحشه. وبيقول لهم على المكان اللي لقاه، وبيقول لهم ان المكان ده امان حتى لو الحرب بدات. وتفحصت التربه وطلعت حلوه للزراعه، بس في مشكله ان الارض دي ليها صاحب. درورو بيقول لهم مش انت قلت انه مهجور؟ فبيقول له في هناك روح شريره وهي مش حاجه بسيطه ممكن نتعامل معاها بسهوله. هي كيمارو ما بيستناش وبيقوم من مكانه وشكله رايح للشيطان. درورو بيحاول يمنعه الا انه مصر على كده. العجوز بيقول له انا عارف انك هتروح للوحش، بس ما كنتش متوقع انك هتروح قبل ما جروحك تلتئم. وبيروح معاه، والعجوز بيكون شايف شعلة روحه وهو مش مطمن. ميو بتقول لها انها تشتغل عند الاعداء كمان بدءا من هذه الليله. بيقول لها بس ده مش خطر عليكي، وكمان ده شغل صعب عليكي. بتقول لها بس محتاجه ان انا استعد للانتقال للبيت الجديد، مش معقول يعني اننا نعيش في منطقه مهجوره. ما تقلقوش، الحرب خدت مننا حاجات كتير ولازم نرجعها. يلا بقى تصبحوا على خير. الولد بيقول لدرورو ان اخته ميو عنيده في كل حاجه، وانا سمعت ان العدو قاسي جدا. درورو بقى بيفكر وبيقول لقيتها، انا هروح وراها علشان اطمن عليها، خليك انت هنا مع اخواتك، ولو لقيت شغلها صعب هخليها ترجع. في الوقت ده بقى بيكون هي كيمارو والعجوز وصلوا لمكان الاياكاشي، وفجاه بيطلع لهم من الحفره خنفساء كبيره وبتسحب الرمل ناحيتها، وهم كمان بيتسحبوا ليها. وهي كيمارو بيهجم عليها هو والعجوز. هي كيمارو بيطعنها في رقبتها وهي بتقطع له رجله، وبيكون استرجع صوته بدل رجله اللي انقطعت، وبيصرخ وبتحبسهم في الحفره وبتنزل وبتسيبهم. وهي كيمارو بتألم جامد لان رجله انقطعت وبيعاني من شده الالم. يا ترى بقى هي كيمارو والعجوز دول هيعرفوا يقتلوا الوحش ده ولا لا، ولا يسترجع رجله لتاني مره بعد ما انقطعت؟ استنونا بقى في الفيديو الجاي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، وبيس.